تفتكر انك عارف كل حاجه عن تحديث iOS 26؟ اعتقد لا. النهارده جاي اقول لك 30 نصيحه وسر في تحديث iOS 26 متاكد ان انت ما كنتش تعرف ولا حاجه، وفي حاجات انا ما كنتش اعرفها وعرفتها وانا بحضر الفيديو ده. اهلا بيكم، معاكم ميجو. اول حاجه هتضايقك في تحديث iOS 26 وهي في ابلكيشن المكالمات. كنت الاول بتدوس على الاسم على طول كده بيخليك تتصل بالشخص. مع تحديث iOS 26 الموضوع ده اختفى، وبقيت عشان ترن على شخص لازم تدوس من هنا. طب ارجع ازاي ان انا لو دوست هنا ارن على الشخص على طول؟ تدخل على الاعدادات، بعد كده بتنزل لتحت للتطبيقات، بعدين بتروح لتطبيق الهاتف بتدوس عليه، بتنزل تحت لحد ما تلاقي كلمه اضغط على الحديثه للاتصال، بتفعلها. تقدر ان انت تيجي عند اي اسم وتشده يمين كده هيظهر لك علامه جديده وهي علامه زي منبه كده، بتدوس عليها ودي بيحدد لك ان انت لو عايز الشخص ده ترن عليه في وقت معين. في التطبيق بتاع سفاري ابل غيرت شكل شريط المهام من تحت، كان فوق الاول نقلته تحت وبقى بالشكل ده. لو انت مش عاجبك الشكل ده وعايز ترجع للشكل القديم تعمل ايه؟ بتخش على الاعدادات، بعدين بتنزل تحت عند التطبيقات، بعد كده بتدور على سفاري، بعدين بتنزل لتحت هتلاقي هنا الاشكال بتاعت شريط المهام. تقدر تدوس الاسفل دي وتروح لسفاري هتلاقي الشكل بتاع شريط المهام هنا اهو اتغير. كمان عندك شكل تاني اهو لفوق، بقى عندك الموقع فوق والشريط التابات او التولز بتاعتك من تحت. انما لو على الشكل الجديد وعايز افتح التابات بتاعتي كلها بدوس هنا ضغطتين ورا بعض بسرعه هيفتح لي التاب، او ممكن ان وانت فاتح كده تروح عامل سوايب اب كده تروح خارج التابات بتاعتك. ولو عندك صفح كتير فاتحها وعايز تتقفل بعد فتره معينه تقدر انك تروح للاعدادات، بعدين تنزل للتطبيقات، وبعد كده بتروح لسفاري وتروح نازل تحت. هنا هتلاقي اغلاق علامه التبويب، بتدوس عليها بيقول لك انك يقفل لك التاب دي بعد يوم واحد ولا بعد اسبوع ولا بعد شهر. السكرين شوت او لقطه الشاشه مع تحديث iOS 26 بقت بالمنظر ده. عايزين نرجع للمنظر القديم، نعمل ايه؟ بتدخل على الاعدادات، بعد كده بتنزل لعام، بعدين بتنزل عند التقاط الشاشه بتدوس عليها وبتلاقي هنا معاينات بملء الشاشه بتروح قافلها. دلوقتي لو جيت تاخد سكرين شوت هتنزل تحت وتبقى زي الشكل القديم. بس الجامد والروش بقى ان انت لو جيت عملت سكرين شوت كده ودوست هنا هتيجي تدوس على علامه القلم اللي فوق دي وتيجي تدوس على علامه البلس اللي تحت دي، تختار اخر حاجه هيعمل لك زي دوريه على السكرين شوت، تقدر انك تكبر وتصغر لو عايز تحدد حته معينه انت عايز تحددها في السكرين شوت. ولو عايز تحسن جوده السكرين شوت او جوده الفيديو ريكوردنج اللي انت بتعمله للشاشه بتختار HDR بدل SDR اللي هو المفروض الموبايل بيكون عليه. كلنا عارفين ان احنا لو عاملين مكالمه من الايربودز وعملنا كونكت بالسبيكر او مثلا العربيه الابل كار بلاي، دلوقتي الصوت بيتحول على طول للعربيه او السبيكر. طب ازاي نقفل الخاصيه دي؟ بتروح على الاعدادات، بعدين بتنزل لعام، بعدين بتنزل البث السريع والاستمرار بتدوس عليها وهتلاقي كلمه ابقاء الصوت في سماعات الراس دي بتفعلها. جماعه الميزه الجايه دي مهمه جدا للناس اللي بتحب توفر في بطاريتها، وفعلا فرقت قوي في تجربه استخدامي مع التليفون بعد ما فعلتها. بتفعلها بقى منين خاصيه البطاريه دي؟ بتدوس على الاعدادات، بعدين بتنزل على البطاريه، بعدين بتنزل عند نمط الطاقه بتدوس عليه، وبعدين طاقه تكيفيه دي بتفعلها. قبل بس ما اكمل في اسرار iOS 26 ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، الجمال بتوعك واللايك بالذات عشان بيفرق قوي في انتشار المحتوى. خطفتوك انا عارف. يلا بينا نكمل. دلوقتي مع تحديث iOS 26 لو كتبت اي رقم هتقدر انك تعدل نص الرقم، مش شرط ان انت تجيب اخره بانك هتدوس هولد هنا كده وتقدر انك تحدد مكان الرقم اللي انت عايز تمسحه. لما بتيجي تبعت فويس نوت لحد على الواتساب وانت عامل كونكت على العربيه، الصوت بيتاخد من العربيه او من السبيكر اللي انت عامل عليه كونكت. طب عايزين موبايل دايما ياخد الصوت من الايفون، نعمل ايه؟ بندخل على الاعدادات، بعد كده بننزل عند الصوت والحس اللمسي بندوس عليها، بعد كده كلمه الادخال دي بندوس عليها، بعد كده بنغير لميكروفون الايفون. مع تحديث iOS 26 تقدر انك تخلي شكل الابس كلها بشكل الليكويد جلاس. لو جيت هنا هتدوس شفاف كده الليكويد جلاس بقى موجود على الابس كلها بتاعتك. بس اللي ممكن يضايقك هنا انك لو حاطط صوره مثلا ولا اي حاجه بيبقى بالشكل ده والشكل ده ما بيبقاش حلو. تقدر انك تلون الصوره بتاعتك انك لو دوست عليها ضغطه مطوله ودوست على تعديل الاداه هتفعل اول واحده اللي هو العرض دائما بالالوان الكامله، بعد كده بتخرج بتلاقي الصوره اتاخدت بنفس الالوان بتاعتها. تقدر كمان لو رحت للاعدادات بعد كده نزلت عند عام، بعد كده عند لوحات المفاتيح ودوست على لوحات المفاتيح من هنا ودوست على اللغه العربيه، بعد كده دوست اضافه لغه، اختار اللغه الانجليزيه مثلا الولايات المتحده، ودلوقتي بقى الكيبورد بتاع تليفونك فيه عربي
وانجليزي من هنا عشان لو حبيت تكتب حرف بالعربي وحرف بالانجليزي. تقدر كمان لو رحت على الاعدادات وبعدين نزلت لتسهيلات الاستخدام وبعدين اخترت شاشة العرض وحجم النص ونزلت تحت خالص بتلاقي هنا تقليل النقطة البيضاء. لو فعلت الخيار ده الموبايل بالجنب مش هيبقى باين قوي انت بتعمل ايه. تقدر انك تتحكم في قوتها من هنا في حاله ان انت لو قاعد في المواصلات يعني وحد بيبص على موبايلك من الجنب. دلوقتي لو في شخص غريب بيرن عليك وانت مش عارف هو مين، ممكن تخلي الفويس ميل هو اللي يكلمه ويساله على اسمه. لو دوست على هنا هتلاقي دلوقتي ان في واحده هي اللي بتكلم الشخص ده ومفروض انه هيقول اسمه هنا ويديك بعد كده اختيار انك ترد او ترفض. دلوقتي الشخص اهو بيقول اسمه هلو ايام محمد. دلوقتي تقدر ان انت تكلمه او ترفض على حسب بقى ما انت عايز. دلوقتي لو الشخص بتتكلم في التليفون وحطك هولد تقدر تدوس على كلمه مور بعد كده هولد اسيست يحول لك المكالمه لفوق، ولما الشخص ده يخلص الهولد بتاعه يقدر ان الموبايل يرن عليك كانها مكالمه جديده. زي كده المكالمه جات لي ان الشخص ده خلص، ولو دوست هنا هرد على الشخص ده تاني وخلاص المكالمه هتكمل. جماعه بس حبيت اوضح لكم ان ميزه الهولد اسيست والفويس ميل دول مش هيشتغلوا معاك الا لو الموبايل انت عامله البلد بتاعته امريكا، لكن لو عامله مصر او اي بلد تانية ميزتين دول مش هيشتغلوا على تليفونك. دلوقتي تقدر تعمل اي موسيقى على اليوتيوب نغمه لتليفونك بخطوات بسيطه بس. يلا بينا. لو جيت فتحت سفاري واخترت اي اغنيه انت عايزها وبعد كده دوست على اللينك هنا وجيت هنا شلت اخر 3 حروف اللي هو حرف الاي والبي واليو ودوست سيرش تاني هيحولك بنفس النغمه دي على ويب سايت تاني. تقدر انك تختار هنا الميوزك بتاعك تقلله عن 30 ثانيه، لازم يكون او اخره 30 ثانيه بس، وتيجي هنا تختار الفورمات MP4 عادي وتدوس هنا بعد كده بتدوس داونلود. ولو رحت للداونلودز هتلاقي النغمه بتاعتك اللي المده اللي انت حددتها بتنزل اهي. لو رحت بقى الابلكيشن فايلز او الملفات هتلاقي اخر حاجه انت محملها هنا هتدوس عليها، بعد كده تدوس على علامه الشير اللي تحت دي وتنزل تحت هتلاقي استخدام كنغمه رنين هتدوس عليها. بعد كده خلاص الاغنيه او المقطع اللي انت قصيته بقى موجود عندك، تقدر انك تحطه نغمه للتليفون لما حد يرن. كمان عندك لو دخلت على المنبه ودخلت على اي الارم ليك وشفت مده الغفوه تقدر انك تتحكم فيها وتزودها وتنقصها زي ما انت عايز. دلوقتي لو حاطط تليفونك في الشحن الموبايل مقفول لو دوست كده نورت الشاشه هيظهر لك نسبه الشحن فاضل لها قد ايه عشان الموبايل يوصل 80%. الاول عشان كنت ترجع لورا لازم تشد الموبايل من الطرف خالص، دلوقتي لا مع S26 دلوقتي انك تشد الموبايل من النص عادي الموبايل هيرجع معاك. لو شكل الليكون جلاس في الابس مضايقك ومش حابه تقدر انك تخش على الاعدادات، بعد كده بتنزل على تسهيلات الاستخدام، بعد كده بتنزل على شاشة العرض وحجم النص، بعدين بتدوس على تقليل الشفافية دي بتفعلها. دلوقتي لو نزلت النوتيفيكيشن كده هتلاقي الكلام بتاعك ظاهر، لكن لو انت قفلتها بتبقى بالمنظر ده. دلوقتي في ابلكيشن تسجيل الصوت لو دوست كده وسجلت صوت ورحت قافل هيظهر لك الفايل بتاعك بتاع الصوت. هتقدر تدوس على ال3 شروط اللي على اليمين او على الشمال لو انت عامل موبايل عربي ولا انجليزي، بعد كده بتدوس صوت استوديو بيحول لك الصوت اللي انت سجلته لصوت احترافي جدا وعن تجربه. ولو دوست على علامه الصوت دي بعد كده دوست على الخيارات اللي تحت دي هتقدر انك لما تفعل صوت الاستوديو تقدر انك تتحكم في الكواليتي بتاع العزل بتاعه عن الدوشه من هنا. لو دخلت على ابلكيشن الصور واخترت اي صوره ليك وبعدين دوست على العلامه اللي فوق دي هتدوس عليها كده هيحول لك الصوره بتاعتك لصوره 3D. كمان وانت بتعمل تخصيص لللوك سكرين او شاشه القفل بتاعتك تقدر انك حجم الساعه ده بتكبره وتصغره براحتك، بس ده على الخط الاولاني بس اللي قبل عاملاه الافتراضي، لكن لو جيت اي خط تاني او الحجم صغر لوحده لازم يكون على اول خط. غير كده كمان اي صوره ليك تقدر انك تعملها 3D وبيبقى شكلها روش قوي بصراحه. دلوقتي لو تليفونك بيدعم ابل انتليجنس هتدوس على علامه الايموشن دي وبعد كده ايموجي بلس، تقدر انك تختار اي ايموجي من هنا وهو يعمل لك بالاي اي اللي انت عايزه. قطه مثلا ونعملها انجري وبيدمج الاثنين الايموجي مع بعض بحيث ان هو يطلع لك في الاخر نتيجه ايموشن. لو انت عامل كونكت على الابل كار بلاي لو خدت سكرين شوت بياخد سكرين شوت برده للابل كار بلاي، تقدر انك تقفلها بحاله ان انت لو دخلت على الاعدادات بعد كده عام بعد كده بتروح نازل عند التقاط الشاشه بتقفل دي لقطه شاشه كار بلاي بتروح قافلها. دلوقتي لما تاخد سكرين شوت هاخد سكرين شوت للموبايل بس. دلوقتي لو بتصور فيديو ولابس السماعه بتاعتك تقدر انك تحدد الصوت يتاخد من السماعه ولا يتاخد من الموبايل. بعدين بتفتح ابلكيشن الكاميرا وانت بتسجل، قبل ما بتسجل بتروح نازل بالموبايل كده وبتدوس على العلامه الخضراء اللي فوق دي وبعد كده هنا الادخال بتدوس عليها بيظهر لك ميكروفون الايفون ولا
اسم الايربودز بتاعتك ان هو ياخد الصوت من انهي ديفايس بالظبط. لو فتحت ابلكيشن المكالمات وجيت عند اي اسم انت عايز تعرف سجل المكالمات بتاعته ودوست على علامه التعجب دي ودوست على سجل المكالمات اللي تحت دي، هيجيب لك تاريخ المكالمات بتاعتك انت وهو والمده قد ايه.